السلام عليكم احلى ناس واحلى متابعين. تعالوا نعمل مع بعض بقى اكله من اكلات روايح الزمن الجميل اللي لا غنى عنها. كلنا مهما نعمل اكل برضو بنلف ونعمل الاكل بتاع الزمن الجميل. معايا حله على النار وفيها كده حوالي معلقتين كبار من الزيت، وضفت هنا كيس من الشعريه. تمام، وهحمره. وبعد بقى ما اتحمر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، هبتدي ان انا اضيف عليه برضو شوية رز قد الشعرية. ممكن تضاعفي كمية الرز زي ما انت عايزة، وممكن تضيفي الرز قد الشعرية. تمام كده، وهنقلبهم لغاية ما ياخدوا تشويحة حلوة كده على النار. بعد كده هنبتدي ان احنا بقى نسقيها بالشوربة، ويا دوب الشوربة تغطي الرز. تمام، يعني يبقى زي عقلة الصباع كده على الوش. وهنسيبهم على نار عالية جدا، واول ما يغلوا ونحس ان كده الرز غلى وتشرب كده والرز باين كده، بنهدي عليه النار خالص ومبنقلبهاش خالص. بنهدي عليها سهراية وبنقلبهاش، حتى نقلتها على عين البوتاجاز الصغيرة وهديت عليها النار. وتعالوا بقى نعمل مع بعض الصنف التاني او الاكلة التانية اللي هتتاكل جنب الرز. حاجة كده ولا اروع. معانا معلقتين كبار من الزيت في حلة على النار، وعليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم. ويا دوب هندي للثوم كده تحميرة بسيطة، يعني تشمي ريحته في المكان. ما تصبريش عليه لما يحمر قوي اللي هو يغمق، عشان بيمرر معاكي، لكن بيبقى لونه فاتح كده. وتبتدي تنزلي عليه بالطماطم. تمام، تطشيه كده بالطماطم. دي طماطم كده انا مفرزاها في الفريزر، تقدري تضيفي طماطم فريش عادي مش هتقول لا. وهتديها تقليبه حلوه كده. وتعالوا بقى نشوف مع بعض الرز اخباره ايه. ما شاء الله، هنا الرز زي ما قلت لكم على اصغر عين وما قلبتوش خالص. دي كده اول تقليبه معاكم. سبته لغايه ما تشرب كل السوائل اللي فيه عشان ما يتهريش مننا. كتر التقليب هو اللي بيخليه مهري. شايفين ما شاء الله الحبايه طالعه بحبايتها، وجميل جدا ومش لازق في ارضيه الحله ولا اي حاجه. وكده بقى احلى رز معانا. شايفين الفرفشه تحفه. تعالوا بقى نكمل الاكله بتاعتنا دي. بعد ما الطماطم اتسبكت، كنت مجهزه كده بطاطس ومخرطاها مكعبات. ضفتها بقى كده للصلصة عشان تتسبك مع الصلصة، وعليها بقى التوابل ملح وفلفل وكمون. تمام كده، وهنقلبها تقليبة كده صغيرة لغاية ما البطاطس كده تشرب من التسبيكة بتاعة الصلصة مع التوابل. تمام كده يا قمر. بعد كده هنبتدي ان احنا نزودها بالشوربة او بالمية حسب الموجود عندك. تمام، سامحوني بقى لاني بصور بايد، ماسكه التليفون بايد والايد التانية شغاله بيها، يعني بطبخ بيها. تمام كده، يا دوب برضو غطينا البطاطس كده وهنسيبها لغايه ما تستوي. وبكده بقى جاهز معانا احلى اكل. مفيش طبعا احلى من الاكل بتاع امهاتنا. شويه الرز كده اللي عليهم الشعريه، الله اكبر على جمالهم، مع فراخ متحمره بعد ما اتسلقت، مع طبق بطاطس، مع طبق مخلل، والله. السلام عليكم.